ياما عدينا بمواقف صعبة وعلاقات مؤذية، ياما عدينا بعلاقات دمرتنا، وكان زمان الوضع معروف: اعتزل ما يؤذيك واعمل اللي بتحبه وما تفكرش في الموضوع كتير، ما تروحش الأماكن ولا تفتكر المواقف اللي بتفكرك بالحاجات دي وانت تبقى كويس. لكن النهاردة الوضع اختلف، عشان كده لسه باقي كلام. لو اتكلمنا عن المجموعتين دخلوا نفس العلاقات المؤذية وعدوا بنفس المواقف الصعبة، بس واحدة من 20 سنة والمجموعة التانية النهاردة. زمان لو الناس اللي دخلت في العلاقات المؤذية وعدت بالمواقف الصعبة دي دخلت أوضة ضلمة مليئة بالاكتئاب وفكرت مع نفسها، قالت أعمل إيه عشان أخرج من اللي أنا فيه. الناس دي فكرت وقالت اعتزال ما يؤذيني، هبعد عن الحاجات دي خالص، مش هفكر في المواقف، مش هروح نفس الأماكن، مش هكلمهم، مش هسأل عليهم. فكان منطقي مع الوقت إن هم يبقوا أحسن. فكروا كمان في حاجة تانية، إن هو يعملوا الحاجات اللي بيحبوها ويبقوا نفسهم أكتر. فمع الوقت خرجوا أشخاص أسوياء. كان زمان بعيد عن السوشيال ميديا، فكل الناس معاها ورقة وقلم تكتب فيها اللي بيحبوه واللي ما بيحبوهوش، اللي ممكن يعملوه والمناسب أكتر ليهم. أما المجموعة التانية اللي دخلت نفس الأوضة الضلمة دخلت بالموبايل بتاعهم وقعدوا يسكرول في كل البلاتفورمز وبصوا على الحاجة، فلقوا الناس كلها بتقول ما هو انت لو مكتئب وحبيبتك سابتك لازم عشان تبقى راجل وزي الفل ترجع تروح الجيم وتنتظم كل يوم. ففكر قال صح، انا هخرج من الأوضة الضلمة دي واروح الجيم. راح الجيم، حاول يلاقي لنفسه في وسط الناس اللي هناك دي مكان. ما انا لازم جسمي يبقى كويس، ما انا لازم عشان اتخطى اروح الجيم. قعد يحاول وبشدة، لقى نفسه مش ده مكانه. رجع نفس الأوضة الضلمة تاني، قال مش مشكلة، هفضل أقلب لحد ما الاقي حاجة تانية تقول لي ازاي اتخطى العلاقة اللي انا فيها. شاف فيديو تاني وقال لازم من النهاردة تحقق حلمك، لازم من النهاردة يكون عندك بيزنس. فكر، شاف انسب حاجة، ما هو لازم يفتح بيزنس، ما هو كل اللي عنده مشكلة وعايز يتخطى لازم يفتح بيزنس، لازم ما يبقاش شغال في شركة مع موظفين، لازم هو يبقى صاحب العمل. ابتدى في البيزنس ده، ولكن عشان ما عندوش دراسة وتخطيط فشل فيه. فكل مرة يرجع للأوضة الضلمة بشكل أبشع من اللي قبليه. ودخلت واحدة تانية، بصت لقت كل الناس بيقولوا لها انزلي عند الكوافير واعملي شعرك بالشكل ده، روحي هاتي اللبس ده، روحي هاتي الشكل المعين، اخرجي واتبسطي واعملي كل الحاجات اللي نفسك فيها. فعلا عملت كده، وعملت شعرها زي الناس اللي هناك ولبست زي الناس اللي هناك، وفي الاخر خالص ما بقتش نفسها. الفكرة كلها ان الوضع اتغير من زمان عن دلوقتي. زمان كان في ورقة وقلم، الورقة وقلم يوضحولك انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، انت ممكن تخرج من الموضوع ده ازاي. بس النهاردة وعشان تأثرنا الشديد بالسوشيال ميديا بقينا احنا ندور على الناس تقول لنا نعمل ايه، ونسينا في النص حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية ان الناس دي بتقول نعمل ايه عشان دي اختياراتهم الشخصية، عشان دي الحاجات اللي هم عايزين يعملوها. والحاجة التانية ان الناس دي اصلا ممكن تكون بتعمل كده عشان ده البيزنس بتاعها. فلو واحد هو وظيفته متعلقة بالجيم هيقولك طبعا تروح الجيم، ولو واحد صاحب بيزنس هيقولك اكيد روح افتح بيزنس، ده اللي هو عمله، ده اللي هو الوظيفة اللي بتكسبه. فطبيعي مع الوقت لما نبص على الحاجات دي نتأثر بيها، ولكن مع الوقت نسينا حاجتين. الحاجة الأولانية إن الناس دي بتحب الحاجة اللي بتعملها، فاللي بيحب الجيم هيقول للناس كلها أكيد تروح الجيم. وعشان كده في المثال الأولاني
اللي راح الجيم ما لقاش لنفسه مكان في وسطهم. والحاجة التانية ان الناس دي ممكن تكون بتكتسب من الحاجة اللي هي بتقولها، زي ان هو بيكتسب من الفيديوز بتاعته عن الجيم، او ان الناس بتجيله فبيكسب من وراهم، ولكن انت مش نفس حالته. طب معنى كده يعني ان انا اي حاجة ابص عليها ما اعملهاش؟ لا. الفكرة عن زمان والنهاردة ان زمان كان معاك ورقة وقلم لما تدخل الأوضة الضلمة، تعرف فيها انت بتحب ايه وما بتحبش ايه هواياتك، ايه الشغف بتاعك، وتروح تعمله وتجري وراه. لكن النهاردة بقى معاك موبايل. الموبايل ده على قد ما هو بيديك الحرية في ان انت تختار تتفرج على ايه وما تتفرجش على ايه، ولكن تأثرك الشديد بيه وانت مش واخد بالك بيخليك تعمل اللي الناس بتقول عليه. فمع الوقت بقى عندنا شباب صحتهم كويسة، بيروحوا الجيم، ولكن مش كلهم بينتموا لهذا المكان، عشان نسيوا ان مش دايما ان الصحة في الجيم. ممكن الصحة تكون في التنس او في السكواش او في ان هم يجروا كل يوم الصبح. كل دي اشكال مختلفة، بس انت بتحب ايه اكتر؟ بقينا نبص على الحاجة ونبص على الناس لازم تلبس ايه وتعمل شعرها ازاي وشكلها يبقى ايه، فبقينا كلنا نسخ من بعض ماشيين. فعشان كده لو دخلت الأوضة الضلمة بعد الشر عليك، أتمنى تاخد معاك ورقة وقلم، ما تاخدش معاك الموبايل. تاخد معاك ورقة وقلم تكتب فيهم انت بتحب ايه هواياتك، ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تخرج من اللي انت فيه، ايه الحاجات اللي شبهك عشان تعملها. وبعد كده ممكن تاخد الموبايل معاك كعامل مساعد، تبص على الحاجة اللي انت بتحبها وتعملها فين وازاي، تتابع الناس اللي بتعمل الحاجة اللي انت بتحبها. فأرجوك ما تتجرش ورا الناس اللي رايحة في مكان معين وبيقولوا لك هي دي الطريقة بتاعت التخطي. زمان كانت المعلومة بتتساب مفتوحة شوية عشان يبقى ليها مساحة تحط فيها شخصيتك. النهاردة بقى بالإجبار، لازم الجيم، لازم الشعر شكله كذا، لازم مع الوقت يبقى فيه حاجة معينة عندك، لازم مع الوقت يبقى عندك صفة عند الناس كلها. ولكن الموضوع مش كده، الموضوع مختلف تماما. افتكر دايما ان زمان الموضوع مفتوح شوية، تحط فيه شخصيتك وشكلك ولونك. فالنهاردة اي حد بيفرض عليك اسلوب معين او بيقولك ان هي دي الطريقة الصح عشان تعمل حاجة معينة، هي مش ابيض واسود. افتكر دايما ان انت لازم تحط لونك في النص، لازم تحط شكلك في النص. فاي حد بيقولك تعمل ايه وما تعملش ايه ومش مديك مساحة تحط شخصيتك، ابعد عن الحاجة دي. دور على اللي بتحبه، دور على الحاجة اللي انت شاطر فيها، دور على الحاجة اللي انت تكون مميز فيها والقريبة ليك واعملها. الحاجات الأساسية اللي كلنا نسيناها من اعتزال ما يؤذيك هنمشي عليها، لكن لما تجرب اللي بتحبه عشان تلاقي نفسك وترجع تاني لشخصيتك، لازم تحط فيها روحك. وإلا بعد كده هنلاقي كلنا بنخرج من الأوضة الضلمة وإحنا عندنا وهم إن إحنا تخطينا، ولكن في الحقيقة إحنا من جوه حاسين إن إحنا بقينا أشخاص تانية. إحنا بقينا بنروح حاجات مش بنحب نروحها، وبنعمل حاجات مش بنحب نعملها، وبنلبس لبس مش شكلنا ولا لوننا. ففي الآخر خالص بنتخطى، بس بنتخطى بشخصية حد تاني. افتكر دايما ان لازم تبقى انت، لازم تبقى انت اللي بتتخطى. ولسه باقي كلام.